طب هل سويسرا بلد سياحية تستحق الزيارة؟ أفاجئك؟ لأ، لأن المناظر الخلابة اللي هتشوفها في سويسرا ممكن تشوفها في معظم دول أوروبا اللي السياحة فيها أرخص بكتير، وده لأن متوسط دخل المواطن فيها أقل النص تقريبا من سويسرا. طب عايز التقيلة؟ سويسرا الساحرة دي بلد كئيبة وما فيهاش حياة، والأماكن السياحية فيها مش كتير، يعني بعد كام يوم مش هتلاقي حتة تروحها ولا هتلاقي حاجة تعملها. عندك جنيف دي مثلا آخرها 3 أيام، هتلاقي نفسك بعدها بتلف في نفس الأماكن، ومش هتحس فيها بالبهجة اللي هتلاقيها في دول كتير في أوروبا. تزهق من جنيف تاخد القطر وتطلع على مدينة انترلاكن، تحس إنها لسه مبنية امبارح، مدينة ما فيهاش غلطة، ومع ذلك يا سبحان الله كئيبة وما فيهاش حياة، آخرها برضه يومين 3. فتحس إن شعب سويسرا من كتر ما تحقق له كل أحلامه وجايبين له تقريبا لبن العصفور فقد بهجته وشغفه بالحياة، تحس مفيش أكشن كده. طب نروح فين في سويسرا؟ سويسرا تتمشى فيها على قد ما تقدر في أجمل طبيعة هتشوفها هناك، تاكل شوكولاتة سويسري أو تروح مصانع الشوكولاتة هناك تشوف الشوكولاتة وهي بتتصنع قصاد عينيك، تتمشى في شوارع سويسرا، تعدي تلف على مقر الأمم المتحدة اللي مقره الرئيسي موجود في جنيف، تتمشى تاني في شوارع سويسرا، تعدي على متحف باتيك فيليب للساعات عشان تشوفهم بيصنعوا ساعاتهم ازاي، ولما تعرف إن أقل ساعة عندهم بتبدأ من 20,000 دولار للموديلات الكحيانة وبتوصل لملايين الدولارات، فتتأكد إنك كحيان يا محمد، فتطلع جري تتف مرة تانية على مقر الأمم المتحدة اللي تتاكل فيه حقوق الشعوب عادي، ترجع تتمشى تاني، تجري تدخل مقر ساعات رولكس عشان تجيب هدية لابن أخوك وانت راجع، تلاقي أقل ساعة عندهم ب5,000 دولار وبتوصل لأكتر من 1,000,000 دولار، فتتأكد إننا فقراء قوي وإنك كحيان يا محمد قلتلك، فتنزل تتمشى عشان تنسى إنك كحيان يا محمد، وبعدين تطلع جري تلف تاني على مقر الأمم المتحدة اللي الناس بتجيله من آخر الدنيا عشان ينتهكوا فيه حقوق الإنسان ويروحوا تاني، تنزل تتمشى تاني في شوارع سويسرا، تزور الحديقة الإنجليزية اللي فيها ساعة الزهور اللي هي كانت أكبر ساعة زهور في العالم لمدة 45 سنة، لحد ما السعودية بنت ساعة أكبر منها في أبراج الساعة في مكة المكرمة، وبعدين تنزل تتمشى شوية، تروح تتف على منظمة العمل الدولية الموجود مقرها الرئيسي في سويسرا لأنها نايمة على ودانها ومش عارفة قوانين العمل بيحصل فيها إيه في العالم، تنزل تتمشى في الداون تاون وتتفرج على البتاعة العبيطة دي باعتبارها مزار سياحي هناك، ما تعرفش ليه، تروح تتف على منظمة الصحة العالمية الموجود مقرها الرئيسي في سويسرا لأنها نايمة على ودانها هي كمان ومش عارفة بيحصل إيه من ورا ظهرها، تتصور جنب النافورة السويسرية اللي ارتفاعها 140 متر على بحيرة جنيف، هتلاقي جنبها مقر الأمم المتحدة، تتف عليه باعتباره أكتر مكان ملهوش لازمة على وجه الأرض وتكمل مشي، تقعد تدور على أي أنشطة تانية ممكن تعملها تاني في سويسرا غير إنك تتمشى وتتف على مقر الأمم المتحدة وتسمع أغاني فيروز اللي كان ممكن تسمعها في بيتكم عادي، ما تلاقيش، فتسلي نفسك وتقعد تحقد شوية على الشعب السويسري باعتباره أكتر شعب مرفه وما عندوش مشاكل على وجه الأرض، خاصة لما تعرف إن متوسط عمر المواطن السويسري 83 سنة، ده في المتوسط حضرتك، يعني لا هتلاقي عندهم مظاهرات ولا إضرابات ولا اعتصامات ولا عمال بتطالب بحقوقها ولا حتى مظاهرات بتدعم غزة، فتقول هي الناس دي ما عندهاش نت ولا إيه، فتكتشف إن سويسرا بلد ملهاش أي مواقف أصلا تجاه أي حاجة بتحصل على كوكب الأرض، فسويسرا بلد بتلتزم الحياد تجاه أي شيء وكل شيء بيحصل في العالم، لدرجة إن العالم اعترف رسمياً بحياد سويسرا في مؤتمر فيينا سنة 1815، أكدت وقتها القوى العظمى الحياد الدائم لسويسرا، يعني هي رسمياً كده دولة ملهاش موقف تجاه حد أو تجاه أي حاجة، ويكشي يولع العالم من حولها عادي، وده أصبح جزء أصيل من ثقافتها الوطنية. وتخيل بقى الطناش ده خلاها واحدة من أغنى دول العالم، ليه؟ لأنه بيتجمع فيها ثروات أغنى ناس على كوكب الأرض، سواء بقى كانت ثرواتهم كانوا سارقينها كانوا هربانين بيها وحطوها في بنوك سويسرا، خليك فاكر سويسرا ما بتتدخلش في حاجة ما تخصهاش، ومش محتاجة اديك مثال عن أصحاب الثروات العملاقة الموجودة هنا في سويسرا زي عيلة روتشيلد مثلا، ولا هقولك ولاد الحرام قالوا إيه عن علاقة عيلة روتشيلد بالماسونية وكونهم مسيطرين على اقتصاد العالم بشكل أو بآخر. وانت سيد العارفين ما ينفعش أصحاب أكبر تجمع ثروات في العالم يحطوا فلوسهم في بلد فيها نزاعات أو ليها مواقف تجاه أي حاجة في الدنيا. أصلي مش عايزة أفاجئك، رأس المال جبان، هم يشعللوا نزاعات في العالم لكن لازم فلوسهم تفضل في أمان. حتى تلاقي منظمة الأمم المتحدة الموجودة عندهم هي كمان على الحياد وملهاش أي 30 لازمة ورفع شعار وأنا مالي يا لمبي،
حتى منظمة حقوق الإنسان الدولية عندهم هي كمان على الحياد في موضوع حقوق الإنسان ده. أصل طالما كان in public without feeling so what؟ أنا إيمان الأشراف، أشوفكم في حكايات جديدة. Oh, you know me.